اهلا وسهلا بكم في قناة صلح واطلب نفسك. النهاردة معانا كام معلومة عن البوتاجاز، خفيفة وسريعة وفي نفس الوقت مهمة وبتنطبق على اي بوتاجاز، سواء بوتاجاز 5 شعلة 4 شعلة ايا كان. لما نفتح العين احنا هنا وندوس على الاشعال مش شغال معايا. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا. لو نلاحظ هنا، هنبص هنا كده هنشوف الشرز. انا عايز الشرز يبقى قصاد فتحة من الفتحات دي اهو، فهتلف الكوشة كده سنة بسيطة اهو، بحيث انها تقابل معاك مكان الشرز قصاد الفتحة دي، تلاقيه يربط معاك على طول. كمان سنة بسيطة تاني بالشكل ده هتركب اهو، تفتح اشتغل على طول. ولكن عندي مشكلة، لو هنشوف النار عاملة ازاي، النار مش صافية، فدي بالتالي بتعمل مشاكل في اي اناء بيتحط عليها، بتعمل فيه صماد اللي هو الاسود، لو انت مش فاهم معنى كلمة صماد او دلال. هنبدأ مع بعضينا هنحل المشكلة دي بكل سهولة وبساطة، ومش محتاجة غير مفك صليبة، مش اكتر من كده. خليك معايا. هنبدأ اول حاجة هنشيل العيون اللي فوق الكوش، كلها دي بتشال. نبدأ في تحت كل عين في مسمار، هنبدأ نفك بالشكل ده. بعد ما فكينا الاربع مسامير هنبدأ نرفع الغطاء بالشكل ده ونطلع بيه. ونبدأ نشوف سبب مشكلة الصماد. في عندي مسمارين هنا، نفك المسامير. مش سبب النار عدم انضباط النار، دايما بيكون الفواني. ممكن لو عندي وسخ في المواسير هيسبب الكلام ده اهو. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضينا بعد ما فكينا المسامير. نسحب الكوشة دي كده على الهادي طبعا اهي. طبعا ده كله بيسبب برضو صماد معايا اهو. هتبدأ بعد ما نضفت هتركب. طبعا مش هربط لان انا هجرب الاول واشوف الوضع ايه. اشتغل على طول. ولكن عندي مشكلة، لو هنشوف النار عاملة ازاي، النار مش صافية، فدي بالتالي بتعمل مشاكل. طبعا وضع النار اختلف خالص، النار بقت صافية غير الاول. فاللي كان عامل معاه المشاكل دي، لو نلاحظ النار اهو بقت صافية معاه خالص. ولما نوطي البوتاجاز النار حلوة خالص هادية، في نفس الوقت مدية معايا عالي. طبعا اهم حاجة برضو تفرق في التصوير عن الطبيعة، اهم حاجة ما تلاقيش اللهبة صفرة. يعني لو نلاحظ اللهبة هنا زرقاء خالص اهي اهو، اللي بالشكل ده، فدي كده دليل على ان انا دي مش هتعمل معاها صمات. انا لا غيرت فونيا ولا عملت اي حاجة، انا كل المشكلة اللي كانت معايا شوية الوسخ اللي في الماسورة. وكده نبقى احنا
حلينا مشكلة الصماد اللي بتعمل له عيوب. وطبعا عشان وقت الفيديو، عشان مش حابب اطول عليك، زي ما فكيت هتركب. قبل ما ننهي الفيديو اديك معلومة اخيرة. انا عندي هنا لو عندي لسه المشكلة موجودة بعد ما انا نضفت الماسورة، جرب كده معايا. طبعا عندي هنا الفونيا دي اهي، لو انا هحاول اجرب لك بالشكل ده. الفونيا دي لو انا عندي مشكلة لسه قاعدة هنبدأ نحلها من هنا. هنفك الفونيا دي وهنبدأ نغيرها ونركب تاني. وبالشكل ده كده طبعا انا مش عايز اطول عليك عشان وقت الفيديو، تبقى انت كده حليت. وطبعا زي ما احنا فاهمين زي ما فكينا هنركب على طول. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.